اكو سوادس بالحلقه. طبعا بهاي الحلقه ما راح نحكي يعني ما راح ننتقد، نعيد ما يخالف. طبعا بهاي الحلقه ما راح ننتقد اللي يلعبون لعبه البابجي، بس راح نساعدهم حتى يحافظون على وقتهم ويبقون داخل الزون. هواي طلاب يلعبون هاي اللعبة وأوقات تختلف من طالب لآخر. أكو طالب يلعبها شي ساعة أو ساعتين يرفه عن نفسه بصورة كلش حلوة، يلعبها أيام العطل، خميس، جمعة وغيرها من الأيام. وأكو طالب يسهر الليالي والعصاري والصباحي في سبيل لعبة البوبجي ويلعبها شي 5 ساعات فما فوق. كل اللي نريده هو نسوي ماب خاص بنا اللي هي الخريطة، نشوف روحنا حاليا وين واقعين بالدراسة وبأي منطقة واقعين يعني وبيا مواد ضعيفين وغيرها، حتى نتلاحق روحنا قبل لا نروح منطقة البوشينكي اللي هي نص السنة والوزاري. واذا عندك المجموعه التيم اللي هي دائما تشجعك حتى تلعب هاي اللعبه حتى تضيع هواي اوقات للدراسه، او المجموعه السلبيه اللي دائما تحبطك حتى شنو تعوف الدراسه وتلتهي بامور سلبيه مثل ما نقول، يفضل انه تنزل سولو وحدك يعني حتى شنو حتى تقرا الماده بشكل حلو وتشجع روحك للدراسه حتى لا تنسى هدفك وطموحك للسادس، مو تفوت للوزاري وتقول الاسئله صعبه وغيرها من الامور او تلوم مدرس وغيرها، ترى الاسئله من الكتاب يعني مو خارجيه، بس كل اللي نريده هو شنو نهتم بوقتنا، وبهاي بدل تضييع الوقت انه نهتم بدراستنا ونشد حيلنا شنو؟ ونشد حيلنا. فيفضل انه ترفه عن نفسك شي ساعه او ساعتين وجدتي نصف السنه يعني برجاء ان ابتعدوا عن البوبجي والالعاب الاخرى وغيرها، يعني كرسوا وقتكم، هي شي 10 ايام او مثل ما نقول 20 يوم انه هاي نقرا بيها وتجي نصف السنه ونشد حيلنا اكثر، حتى بعدها نضبط المواد من نقرا للمراجعه المركزه احنا مرتاحين بال40 يوم، او هي مو 40 يوم هي اكثر من 40 يوم، فلا تحصر روحك بمنطقه الزون وبعدين يضيع وقتك ونقعد نتلاطم بيوم الامتحان. وبالختام احب اقول لكم طلعوا معدلات عاليه ودرسوا، وبعدين من تنجحوا من السادس لعبوا لعبه البوبجي ويا اصدقائكم الجامعيين. وبالختام احب اقول شكرا لمكتبه الكاظميه. هسه بس خل احفظ هذا، كل اللي نريده هو نسوي ماب، الماب هو شنو؟ هو الخريطه الخاصه بينا، نشوف روحنا حاليا بيا منطقه واقعين بالدراسه، شو نسوي مصطفى؟ نسوي ماب خاص بينا اللي هي شنو الماب؟ خريطه. مو انا يلا احفظ هيك وياي يعني هيك احفظ اللي هي الخريطه. الله. واخر شيء اقول لكم اكو عرب بالطياره، اكو عرب